كل سنة وانتوا طيبين. اللهم بلغنا رمضان يا رب واخواتنا منصورين. تعالوا النهاردة هنعمل بودرة الصوبيا مع بعض. تبقى عندنا كده جاهزة ببطرمان. نقولكوا على التكات بتاعتها. قبل كده عملنا مع بعض الصوبيا بس ما عملناش بطرمان، يعني عملنا لشفشق يعني او ابريق. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الباودر بتاعها او البودرة بتاعت الصوبيا عشان تفضل معانا طول شهر موجودة، ويبقى على التحضير السريع. من هنا كمية تكفي البطرمان ده. ضعفوا الكميات براحتكم. ده مقدار نص كوباية، المعيار ده نص كوباية، فنص كوباية من اللبن البودرة، نص كوباية من بودرة الكريم شانتيه. انا مستخدمة لبن بودرة اللي هو النيوزيلندي دسم شوية، اللي هو بيتباع عند العطار عادي جدا، ونص كوباية سكر بودرة. نيجي بقى وهخلط كل ده مع بعض. نيجي بقى لحاجه، في حاجه اسمها روح جوز الهند، وفي حاجه اسمها مش عارفه نفحه جوز الهند او ايه. المهم ان في فرق بينهم، ان دي سائله ودي بودر، الاتنين عادي. لو البودر هتاخدي منها معلقه كبيره على الكميه دي وتقلبي. طب لو سائله زي اللي عندي، لو سائله زي اللي عندك ودي المنتشره اكتر، فهتحطيها وانتي بتحضريها، يعني واحنا بنحط اللبن احط منها. ما ينفعش احط من السائله دي على البودر بتاعي، هتبوظ البطرمان. فاهمين الفكره؟ فبحطها وانا بحضرها. انما احنا كده خلصنا بودره الصوبيا. هنقفل البطرمان ويبقى كده هو عندنا موجود طول الشهر. تمام؟ فهمتوا الفكره؟ هنا بقى انا هنحضر بقى ايه لمقدار مثلا كوبايه او كوبايتين. براحتكم بقى، عايزين احنا حاطين كده كده لبن بودره ودسم، فهنحط نص ميه ونص لبن براحتكم. انا حطيت 3/4 لبن وربع ميه. تمام. هحط بقى منها كده زي ما انتوا شايفين كده حبه صغيرين على المقدار ده، هيديني النكهه ويديني الطعم. طيب، حاجه كمان عايزه اقول لكم عليها. بعد ما عملت الصوبيا كانت سكرها بالنسبه لي مظبوط، بس انا بحب الحاجه دلع شويه. فبالنسبه لناس تانية هتحس ان هي لا محتاجه سكر، فممكن مثلا تزودي مقدار سكر البودره، تخليه كوبايه او كوبايه الا ربع على في البطرمان بتاعك. تمام. تمام. هنحط قد ايه بقى الكوبايتين دول؟ هنحط 3 معالق من المعلقه دي مليانين كده هرميتين، او معلقه كبيره هرميه لكل كوبايه من اللبن. ماشي. لكل كوباية لبن او سائل هنحط من بودرة الصوبيا دي معلقة كبيرة، معلقة كبيرة بتاعة الاكل هرمية للمقدار ده. واهم حاجة، اهم حاجة ان احنا نضربهم في الخلاط، لان لما نضربهم في الخلاط او مثلا بمضرب، تمام، او بالهاند بلندر، اي حاجة تعمل لك فوم كده. ماشي. تريكة كمان هقول لكم عليها برضو، ممكن كمان تزودوا للمقدار ده، المقدار بودرة الصوبيا دي ممكن تزودوا باكت من كريم، من كريم ايه، باكت من ايس كريم الفانيليا، اللي هي الجاهزة. بودرة الايس كريم الفانيليا ممكن تزودوها، بتديها برضو نكهة وطعم وغناوة كده حلوة جدا. تمام. انتوا عندكم الفكرتين، وقلت لكم حاولت ان انا الم لكم كل التريكات اللي انا عارفاها عن الصوبيا عشان تطلع معاكم مظبوطه. وبس، يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا بيه. لو عجبكم الفيديو ده بليز تدعموني بلايك وشير، وكمان اعملوا سبسكرايب للي اول مره يشوفني، واشوفكم على خير. الفيديو